السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه أولى إعدادي معاكم النهارده مس إيمان. الفقه أولى إعدادي بعد ما خدنا أول درس. ويا جماعة لو سمحتوا الدرس الأولاني اللي إحنا شرحناه، لو حد أي أسئلة واقفة معايا يبعت لي بس في الكومنتات، وأنا إن شاء الله بإذن الله هحل لكم وأنزل لكم فيديو مخصوص. يعني لو طلبتوا اللي إحنا شرحناه، لو حد أي أسئلة واقفة معايا يبعت لي بس في الكومنتات، وأنا إن شاء الله بإذن الله هحل لكم وأنزل لكم فيديو مخصوص. يعني لو طلبتوا إن أنتوا عايزين فيديو مخصوص لحل الأسئلة أنا معاكم مفيش مشكلة. هناخد بقى النهارده نخش على الدرس التاني اللي هو درس أقسام المياه باعتبار وصفها وحكمها. اول حاجه هنا عندنا اقسام المياه باعتبار وصفها وحكمها. احنا عندنا كام نوع؟ 7 انواع. وقلت لك كذا مره الازهر بيحب يخلي بالك من الارقام. المياه 7 ارقام، 7 انواع. عندي ميه ان انا ينفع اطهر بيها، ماشي يا محمد، وميه ما ينفعش ان انا اطهر بيها، ماشي يا مالك. طيب بصي بابا انت بقى معايا. اول حاجه انواع الميه من حيث عندك 3 انواع: ميه مطلقه، وميه مستعمله ومتغيره، وميه متنجسه. خلاص يا احمد، ماشي. الميه يبقى تاني انواع اقسام الميه كام؟ اقسام الميه 7. في ميه ينفع تطهر بيها، وميه ما ينفعش تطهر بيها. الميه المطلقه، والميه المستعمله والمتغيره، والميه المتنجسه. تمام كده؟ طيب جميل. ناخد اول حاجه الميه الماء المطلق. وايه الفرق بين المطلق والمقيد؟ ده سؤال حلو جدا جدا وخلي بالك منه. الميه المطلقه هو ما يطلق عليه اسم ماء دون اضافه لفظ اخر. يبقى ما أطلق عليه لفظ ماء دون إضافة لفظ آخر. طب المية المقيدة هو المية اللي بيذكر معاها لفظ آخر، ولا ينفع أحذفها ولا ينفع أستغنى عنها. يبقى تاني كده الماء المطلق هو ما يطلق عليه اسم ماء دون إضافة لفظ آخر. الماء المطلق هو ما يطلق عليه اسم ماء دون إضافة لفظ آخر. برافو عليك. والمية المقيدة دي هي المية اللي بيذكر معاها لفظ آخر، ولا يمكن حذفه ولا يمكن الاستغناء عنه. طب مس هي المية المطلقة دي حكمها هقول له طهور. هقول له دي مية طهور. يعني ايه طهور؟ يعني طهرة في نفسها ومطهرة لغيرها. يعني ايه طهرة في نفسها؟ يعني هي مية طهرة ومطهرة لغيرها. يعني انت لو توضيت بيها يبقى انت وضوءك صح، وصلاتك صح. غير مكروه استعماله في البدن. لا بالعكس، المية دي ينفع تستحمى بيها عادي جدا جدا، وتغتسل بيها وتزيل بيها اي نجاسة لو حصلت على لبسك. طب مس المية المقيدة هقول له هي مية طاهرة في نفسه وغير مطهر لغيره. يعني المية المقيدة دي هي مية طاهرة كل حاجة، بس انت ما ينفعش تتوضى بيها، ما ينفعش تتوضى بيها. خلاص. طيب يجي يقول لي بقى اديني مثال يا عم الحاج. هقول لك حاضر. المثال بتاع المية المطلقة هي ماء النهر وماء البحر. ماء النهر وماء البحر. طب مس هو السؤال بيجي ازاي في الامتحان؟ يقول لي اذكر حكم ماء النهر، اقول له طاهر ومطهر، طاهر ومطهر، او اقول له طهور، الاثنين ينفعوا. طيب الماء المقيده حكمها اقول له بص بقى يا عم الحاج، الماء المقيده دي اصلا هي ميه الورد او ميه العنب، اللي احنا طبعا عارفين ميه الورد اللي هي ريحتها حلوه، او ميه العنب. فلا يعتبر ماء مطلقا، ده اصلا مش ماء مطلق. امال ماء ماء مقيد. اللي قيده العنب، اللي قيده الورد. خلاص كده ينفع ان انا اتوضى بميه العنب او ميه الورد؟ لا ما ينفعش خالص. يعني الحكم ما ينفعش اطلاقا. طب حكمه هقول له هنا لا يعتبر ماء، هو طاهر في نفسه وغير مطهر لغيره. يعني انت لو جات لك في الامتحان ما حكم الماء المطلق هقول له طهور. ما حكم الماء او طاهر في نفسه مطهر لغيره. ما حكم الماء المقيد هقول له طاهر في نفسه بس غير مطهر لغيره. وكده نبقى خلصنا اول صفحه. استنى بقى لفت نفس الصفحه كده معايا طبعا، بس ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس. طيب ناخد بقى الميه التانية اللي هي الميه المستحمله والميه المتغيره. احنا بنفرق بين الاثنين عشان ممكن يجيلك في الامتحان. ده مش ممكن، ده اكيد هيجيلك حاجه منهم. الماء المستعمل والماء المتغير. مس هو يعني ايه ماء مستعمل؟ يعني الميه المستعمله في رفع الحدث وازاله النجاسه. مس يعني ايه رفع حدث؟ يعني انت سيادتك دخلت الحمام، علشان تخش الحمام لازم اول بعد ما حملت حمامك هتتوضى. تمام. هتتوضا، او انت داخل تستحمى، يبقى دي ميه مستعمله. او انت مثلا ثيابك مثلا كلب عمل عليه حمام او قطه عملت عليه حمام، فانت بتزيل النجاسه دي عن البدن او عن الثوب. طب الميه المتغيره هي اللي اتغيرت بطاهر. الماء المتغيره بطاهر. يبقى الميه المتغيره هي الماء المتغيره بطاهر. كأن مثلا يا جماعه وقع فيه ورقه ميه، الميه المتغيره دي وقع فيها مرقه بتاع ورقه، خلاص وقع فيها ورقه، وقع فيه مثلا صابون في قلب الميه، اصبح الميه متغيره. يبقى الميه اللي وقع فيها ميه، او بتاع الميه اللي وقع فيها صابون او ورق مثلا فتغير، يبقى الميه دي ميه طاهره. ميه طاهره، بس شرط ان التغير بتاعها يكون بسيط، ما يكونش كتير. يبقى الماء المستعمل او اللي بنستعمله في
الماء المستعمل رفع الحدث وإزالة النجس، رفع حدث إزالة نجس، رفع حدث إزالة نجس. الماء المتغير المية اللي قالك بتتغير بطاهر، بتتغير بإيه؟ وقعت في صابونة، وقعت في مثلا ورق، حاجات كده خفيفة يعني. طيب مثل حكم الماء المستعمل، قال له بص يا عم الحاج، الماء المستعمل زي المية المطلقة. لا مش زي المية المطلقة، أمال إيه؟ مثل زي المية المقيدة؟ لا مش زي المية المقيدة، خليك معايا. طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، يبقى أصبح كده زي المية الإيه؟ المية المقيدة اللي هي دي، طاهر في نفسه غير مطهر لمين؟ لغيره، اللي هي زي دي كده. احنا مثل الماء المستعمل زي الماء المقيد، طاهر في نفسه غير مطهر لإيه؟ لغيره. طب والماء المتغير بينقسم لقسمين. لو الصابونة اللي وقعت دي غيرت المية كلها وعقرتها وبوظتها، يبقى أقول المية مش طاهرة. لو غيرت شكلها بس سنه كده لحقتها، اول ما وقعت لحقتها، يبقى الميه بتاعتي ايه؟ طاهره. يبقى الكلام اختصاره ايه؟ اختصار لو كان التغير قليل، لو كان التغير قليل، ريحتها اتغيرت، لو الميه ريحتها اتغيرت مثلا قليل، لونها اتغير، يبقى طاهره في نفسها ومطهره لغيرها فتتوضى بيها. لكن لو الميه بتاعتنا اتغيرت تغيير كتير، لونها طعمها شكلها الكلام ده كله، يبقى اقول له التغيير بتاعي ايه؟ مطهر في نفسه بس غير مطهر لايه؟ الميه طاهره لكن مش مطهره لايه؟ ما ينفعش تتوضى بيها. يبقى الميه المستعمله هقول له الماء المستعمل في رفع الحدث ازاله نجس، حكمها ايه؟ طهر في نفسه غير مطهر. جميل. الماء المتغير، الميه اللي تغير بطاهر، وقع في مثلا ورقه، وقع في مثلا دبوس، وقع في مثلا مشبك، خلاص. على حكمه ايه؟ اقول له لو كان التغيير بتاعه قليل، يبقى ده اقول له طاهر في نفسه مطهر لغيره. لو كان التغير بتاعه كتير، يبقى اقول له ده لا، اقول له ساعتها هو طاهر في نفسه لكنه. برافو عليك. اخر ميه بقى، اخر نوع هو الماء المتنجس. الماء المتنجس ده نوعين، في النجاسه بتاعتي لو كانت كبيره، او النجاسه كانت قليله. النجاسه القليله حلت دخلت في قلب الميه، بتكون شوف مقدارها بقى ايه؟ اقل من القلتين. بس قال قلتين دي يعني ايه؟ كلمه قلتين دي بالظبط يعني 200 لتر من الميه، يعني ازازتين ميه مثلا من اللي هي ازازتين ميه من ايه؟ نقول مثلا الميه المعدنيه مثلا، ازازتين منها كبت في الميه. لو لا قدر الله مثلا الميه بتاعتك كده بتتوضى، وقام مثلا كلب عمل حمام في الميه، يا عم الحاج دي اتنجست خلاص، اتنجست خلاص، نجست خالص بالظبط كده، نجسه جدا. دي كده تغير ايه؟ كبير. لكن التغير القليل ده ما بيكونش نجاسه كبيره، مثلا اتنطر حاجه، مثلا اتنطر كده وانت ماشي ميه صرف صحي، اتنطر مش عارفه ايه عليه كده، حاجات بسيطه، يبقى اقول له الماء المتنجس ده لو كان النجاسه قليله بيكون المقدار بتاعها ايه؟ قلتين بالتقدير في زماننا دلوقتي 200 لتر من الميه، 200 لتر من الميه، ماشي. 200 لتر منين؟ 200 لتر من الميه. زي مثلا بول وقع في حل في مثلا في ميه كتيره كده مثلا، اهم حاجه انه يكون اقل منين؟ من القلتين. طب الميه المتنجسه كتير قوي، ان مثلا دخل فيها حاجه نجست، كلب عمل حمام، ميه صرف صحي، مش عارف، اقول له دي اذا لم تتغير فهو ايه؟ قال لك اذا لم يتغير فهو ماء ايه؟ طهور. ماء ايه؟ طهور. يبقى الماء متنجس نوعين، في نجاسه قليله ونجاسه كتيره. النجاسه القليله قد ايه؟ هقول له قلتين. يعني ايه قلتين؟ يعني 200 لتر من الميه. 200 لتر منين؟ من الميه. زي ايه؟ مثلا بول قليل جدا، شويه بول في حله مليانه ميه مثلا، خلاص. قال لك البتاع ده اقل من القلتين، اهم حاجه يكون اقل من القلتين. والقلتين هم كام متر؟ كام لتر؟ 200 لتر. 200 ايه لتر؟ يعني بالظبط زي علبه اللبن بتاع جهينه كده الصغنونه، 200 لتر، اقل منها بقى. طيب الماء المتنجس كثير، هقول له الكثير ده اقول له تغير بحلول نجاسه، اقول له ساعتها لو كان التغيير كبير فاقول له ميه نجسه. اما لو قال لك لو اذا تغير بحلول النجاسه فيه تغير كثير، لو حصل في الميه دي تغيير غريب، شكله غريب، يبقى الميه دي نجسه. طب ما حصلش شكل غريب وميه عاديه، يبقى اقول له ماء ايه؟ طهور. ماء ايه؟ طهور. وكده يبقى خلصنا الميه اللي هي الماء المطلق والماء المقيد، وخلصنا الماء المستعمل والمتغير، وخلصنا الماء المتنجس القليل والمتنجس الايه؟ الكثير. وان شاء الله باذن الله بعد كده نخش بقى على حاجه تانية جديده، اللي هي ما الذي يستثنى من الماء المتنجس القليل، ايه المستثنيات فيها، شويه حاجه كده ان احنا ينفع ان احنا نعديها ونتوضي بالميه عادي. وان شاء الله ده الحصه الجايه هنشرحها. استنونا ان شاء الله في درس تاني. وخلي بالكم الدرس ده ما بيتاخدش الا على مرتين، ما ينفعش ادي للطفل مره واحده، لان دي الميه دي احكام كتيره جدا جدا، ما ينفعش ان احنا نتنازل فيها، خلاص. فدي لازم يجي منها جزء في الامتحان، لازم يعني غصب عنك، يعني ابيت ام لم تبي، خلاص. ان شاء الله ما تستنى في الجزء الثاني من الدرس الثاني. ما تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وزي ما قلت لكم بالظبط، لو عايزين اسئله اي درس ابعتوا لي بس في الكومنتات، وانا ان شاء الله اعمل لكم فيديوهات مخصوصه في الحل زي ما انا عامله في النحو كده، ومنزله نحو اولى اعدادي كله.
ان شاء الله مش هسيبكم في حاجه باذن الله. الازهريه ده عهد عليا، انا بحبكم جدا وبحب الازهريه جدا، وان شاء الله نشوفكم اطباء ودكاتره ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.